فريق فرنسي، وحتى رئيسه قعد ظل لفترة طويلة رئيس فرنسي لوي مونتيسيو، وبعد ذلك أصبح فريق تونسي حسب قانون الجمعيات التونسي. بالنسبة للنادي الإفريقي فمنذ نشأته هو فريق تونسي 100%. تأسس 1915، كانت إدارته وقيادته تونسية، كان اسمه الملعب الإفريقي، ثم أصبح بعد ذلك النادي الإفريقي. في عهد زين العابدين بن علي الذي أطاح ببرقيبة، تولى صهره سليم شيبوب رئاسة النادي لمدة 15 عاما بين 1989 و2004، ليحصد الترجي في تلك الفترة أكبر عدد من التتويجات والفوز في الدوري المحلي. بطولة افريقيا، كاس افريقيا، كاس الرابطة، السوبر العربي، السوبر الافريقي، البطولة العربية والافرو اسيوية. هذا السجل دفع البعض للمجاهرة باتهامات طالت شيبوب وحكام المباريات بتسهيل حصول الفريق على هذه البطولات بدون وجه حق. معروف في تونس كافة أن سليم شيبوب كان يتدخل في كل شيء، وكان له لم يكن له منصب سياسي صحيح، ولكنه كان سهر رئيس. في فترة ديكتاتورية لا يستطيع أحد أن يقول لسليم شيبوب لا. حصلت تجاوزات، وهذه التجاوزات كانت ممكنة لأنه كان له نفوذ سياسي